السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا محترفين لعبة اف سي موبايل في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناتنا شيكو اند زيكو جيمنج. معاكم احمد زيكو، وهنتكلم النهارده في الفيديو بتاعنا انك ازاي تقدر تجيب اعلى مكسب من اللعيبة المسكرون اللي معاك. بصوا يا جماعة، معايا كده ادي لعيبة فريقي. مبدئيا كده يا جماعة انا معايا هنبص 12 مسكران. هنعمل صفقة بتسع لعيبة بس، هنشوف هنكسب فيهم قد ايه. انا معايا 12 مسكرة بس احنا هنعمل الصفقة بتسع لعيبة بس. انا بحب اعمل الصفقات دي يا جماعة، بتجيب ليا مكسب كبير جدا. هنشوف هنكسب فيهم قد ايه النهاردة. هنحاول نبص في اللعيبة اللي عندنا. انا بحب اجيب اوفر 102 او 101، ده الاوفر اللي هيكون فيه مكسب حاليا. لان اوفر اقل من كده وهوريهولكوا بعد كده هيبقى مكسب قليل. هنشوف المكسب من اللعيبة اللي هي اوفر 102. نبص كده معانا. دي الحدث الجديد نزل لعيبة زي فريمبونج وجفارديول وشانهالوجلو. نيجي نبص على شانهالوجلو مثلا. أول سعر ليه 398 مليون، ده سعر البيع. لو 9 ماسكورانو هنبقى نجيب النسخة اللي هي 106 منه. النسخة ديت عاملة 654 مليون. بس هي في مشكلة إن اللعيبة ديت معلهاش شراء، يعني عليها بيع بس. فهنتعذب بقى في قصة إن احنا هنبيعه ازاي. فبلاش منه بصراحة. هنشوف حدث تاني، حدث مثلا زي كوبا ليبرتادوريس. طبعا في لعيبة هو زي ريكيلمي وميليتو وراميريز وفرانسيسكولي. هنبص مثلا زي لاعب زي ميليتو اوفر 102. اول رانك منه 286 مليون. النسخة 106 منه ب 448. النسخة ديت ما فيهاش كده، لو حسبنا بعد الضريبة مش هنكسب مكسب كبير يعني، يبقى مكسب قليل جدا. فبصراحة يعني مش هيكون في أي فايدة منه بصراحة. هنشوف لاعب غيره بقى وخلاص يعني. احنا بص، يعني دلوقتي 286 عشان نكسب منه مش هيكون في أي حاجة، مفيش في مكسب كتير. نشوف لاعب تاني يمكن نجيب منه مكسب كويس. نشوف لاعب زي فرانسيسكولي. اللاعب ده من أوروجواي يا جماعة، أوفر 102. هنبص كده نشوف سعره عامل 430 مليون. ده هو دلوقتي في 451 بيع، في واحد نسخة عرضها ب 451 بيع. بس النسخة بقى اللي لما نطوره بتسع مسكرانو، يعني نبقى نشوف النسخة ال 106 منه بكام. النسخة ال 106 مع بعض اهوت. النسخة ال 106 عاملة الشراء عامل 666. احنا لو بعناه 666 ده هنكسب فيه على الأقل 600 مليون يا جماعة، واحنا شارينه ب 451. يعني هنكسب على الأقل 150 مليون. فده هيكون مكسب حلو قوي قوي يا جماعة. هيكون مكسب حلو قوي قوي. وإن شاء الله هنشوفه مع بعض كده ممكن نشتري بكام. طب هما دلوقتي عارضين 451 بيع، والشارين شارين ب 441. احنا مثلا ممكن نشتريه بكام؟ ممكن مثلا نشتريه ب 400 كام، 442 مثلا، أو 400 كام، 445 مثلا، بحيث إن هو يجي على طول. طب نخليها 442 ونشوف هينفع معانا ولا لأ. لو ما فيش شراء عليه، يعني ما اتباعش محدش رضي يبيعهولنا بالرقم ده، نحاول نعلي تاني ونبيع ونشتري بنسخة أعلى من كده بالتمن، يعني مثلا زي اللي متباع 451. مش مشكلة يعني. هو في ناس علت علينا هي 445، فاحنا نعلي شوية برضه عشان يجي 446. طيب هو دلوقتي برضه يعني أنا مش شايف 446 451 فرق كبير. احنا ممكن نشتري ب 451، يعني مش هتفرق. لأن احنا 451 لو جينا بعناه ب 666 هنكسب 150 مليون. هيبقى صافي بعد الضريبة 600 مليون. فحلو أوي أوي يعني زي الفل. هنيجي نبص تاني ممكن نشتريه ب 451 وخلاص. ادينا مع بعض اهوت. ممكن نرجع تاني. مم. النسخة اللي هي 102 هنشتري ب 451 عادي بقى. ادي مع بعض هنعمل عملية الشراء. ايوه، 451 مليون. طبعا هنخرج برا بس كده ونرجع هنلاقيه جه، لأن هو بيعانوا بكده أصلا بالرقم ده. زي ما احنا شايفين اهو يا جماعة. جنة
451 مليون. كويس. نرجع بقى، نروح نطوره ب9 ماسكرانو. هنشوف احنا اصلا معانا، احنا معانا 12 ماسكرانو. هو عامل 430، عامل 445 اهوت. اللي بعد كده كان هيشتري 445. مفيش عليه بيع تاني دلوقتي حاليا يعني. نخش بقى على الفريق بتاعنا، ونجيب اللاعب ونبدأ نطوره بالماسكرونات. أول نسخة بنطوره بماسكرون واحد، أول رانك. الأوفر اللي بعده هنطوره بماسكرانو برضو، ماسكرون واحد، عشان يبقى أوفر 104. تمام كده يا جماعة، بقى أوفر 104. النسخة اللي بعد كده هنطوره باتنين ماسكرانو. كده بقى أوفر 105 يا جماعة. الترقية اللي بعده هتبقى ب5 ماسكرانو. 1 2 3 4 5. تمام كده 100%. تمام زي الفل. ما بحبش بصراحة أجازف يا جماعة، يعني لما أجي أطور حاجة مش بحب المجازفة أوي كتير. المجازفة دي في أوقات وأوقات، بس يعني لما أكون بعمل صفقة زي ديت بحب إن هي تكون بعدد المسكرة بالظبط، عشان ما يحصلش فشل أو حاجة لا قدر الله ويضيع عليا المسكرة. احنا كده طورناه الأوفر 106. هنرجع بقى عشان نروح نبيعه. ده هو ده يا جماعة معايا 600 في شراء ب666 مليون. حلو أوي. أنا مش لازم أبيعه ب670 والكلام ده كله، مش تفرق كتير ب4 مليون وكده. هنبيعه بالسعر اللي هو 666. خلاص كده يا جماعة، ندخل نبص تاني ونشوف اهو اتباع اهو مع بعض كده 666 مليون. يعني انا كسبت كده، جالي صافي كام بقى؟ جالي 599 مليون 400، يعني جالي 600 مليون صافي من البيع يا جماعة. يعني انا كسبت، انا شاري ب450، يعني انا كسبت 150 مليون. ما شاء الله. مكسب روعة 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 من 9 مسكرانو بس. يعني حاجة زي الفل. بس المكسب الكبير دوت مش بيكون الا في الاوفرات اللي هي بصراحة عالية. لازم يكون معاك فلوس شوية. يعني انا كان معايا 900 مليون، بقى معايا مليون 65، مليار 65. فانا كسبت كتير يا جماعة. انما لو انت مش معاك فلوس كتير، فهتضطر تنزل لاوفرات اقل عشان تعرف تكسب. المكسب بيكون اقل من كده يا جماعة. يعني هنخلي بالنا ان مثلا اوفرات لها اللعيبة اللي زي اوفر 99 ومية ومية واحد، الكلام ده كله بيكون في مكسب وكل حاجة. مش هقولك مفيش مكسب، بس المكسب قليل جدا. مش زي الاوفرات اللي بقى بتكون عالية. ليه؟ لان هي بتكون فيها مكسب اكتر من. هنيجي نبص مثلا ونشوف مع بعض اوفر مثلا زي 99، عشان اثبت لكم ايه ان الاوفرات القليلة ديت ما بيكونش فيها مكسب كتير. زي اوفر اللي هو العالي، زي ما انا جربت مثلا في لعب 102، بس انا كان معايا فلوس. طب فرضا انت مش معاك فلوس كتير زي ما انا كانت معايا دلوقتي، مش معاك كوينز، هتعمل ايه؟ هنشوف مثلا ايه اقرب مثال انك تكسب منه. مثلا اوفرات اللي زي 99 دي. الاوفرات ديت ما فيهاش، انا شفتها كتير وشفت انها ما فيهاش حاليا، يعني في اللعبه ما فيهاش مكسب كتير. يعني هنبص مع بعض مثلا روبرتو كارلوس مثلا. عندنا اهوت 272 شراء، هو عنده 290. النسخة 103 منه اللي هي بعد 9 مسكران ب295. يعني مفيش مكسب خالص، ده بالعكس انت لو عملتها هتخسر. يعني لو عملت صفقة زي دي كده، هتبقى صفقة فاشلة جدا جدا يا جماعة. انما لازم تعمل حاجة، تبص الاول وتشوف كمان تحسبها انت ازاي بعد الضريبة هتكسب. يعني طبعا انتوا عارفين ان اللعبة بتاخد ضريبة 10% على البيع. فدي برضه انت تبص الاول، مش لازم تبص على الاول سعر اللي انت هتشتريه والسعر البيع. انت تبص بعد البيع هتبقى الصافي الربح كام، يعني صافي المكسب هيبقى ليك كام. لازم تبص وتتاكد من حاجه زي كده. اللاعب تاني زي فيرا، برضه اهوت مفيش في مكسب كبير. يعني شفناه مع بعض المكسب قليل قوي. طب نشوف اوفر تاني مثلا. اوفر مثلا 100 101 مثلا.
الاوفر دوت برضه هو في الاوفر ده بقى فيه مكسب، يعني مش زي 99 و100، لا الاوفر ده فيه مكسب، بس المكسب مش زي مكسب 102. يعني اللعبة اللي فيه هتلاقي مثلا بدل ما انا كسبت 150 ممكن تكسب 80 90 100 مليون. ده اقصى تقدير، بس هو ده على فكرة برضه مكسب كويس بالنسبة لنسخة مسكرانو. انت بتتكلم بان نسخة مسكرانو اعلى، اعلى من 10 مليون في النسخة الواحدة. لو انت مثلا بعته ب 100 مليون او ب 90 مليون، فانت كده النسخة واقفة عليك ب 10 مليون، فده برضه كويس. يعني بيقول لاعب زي فيدال عامل 170 مليون، لو هتشتريه هتيجي تبيعه ب 285 مثلا، يعني هيتصفى لك في الآخر ممكن يتصفى لك 255 أو 250 مليون، وأنت شاريه ب170. فأنا هيجيلك كام؟ 80 مليون، 85 مليون مكسب. مش هو برضو إيه اللي أنت بتكون عايزه أو أحلى حاجة يعني. ده بس دوت ينفعك لو أنت مش معاك مثلا 170 مليون 200 مليون. فلازم تبص في اللعيبة المتاحة معاك. لعيب زي فيدال لو أنت معاك 200 مليون بس تعرف تكسب منه 80 مليون، فده كويس بالنسبة لك كبداية يعني. كبداية إن أنت تبدأ تعمل صفقة كويسة تعرف تكسب منها، تجيب كوينز، تعرف تجيب لعيبة اللي نفسك فيها، أو لو هتحوشهم شوية بحيث إنك تعمل صفقة غيرها وكده وهكذا يعني. ده بالنسبة للاعب مثلا زي فيدال أو الناس اللي هي مش معاها كوينز كتير في اللعبة. لاعب تاني مثلا نبص تاني ونشوف. حاليا اللي فيه مكسب اللعبة اللي هي بتاعت كوبا ليبرتادوريس، لاعب زي فيرون مثلا. لو انت جبته ب210 اهوت أو ب212 أعلى نسخة، في مكسب على فكرة اللاعب ده. يعني دلوقتي هنبيعه لو النسخة ال105 منه هنبيعه ب365 أو 370. فأنت بتتكلم إن هيجيلك مثلا منه 330، وأنت شاريه ب200 مليون، فأنت كده هتكسب 130 مليون. برضو ده كويس قوي. يعني ده المكسب حلو أوي في لاعب زي فيرون ده. أنت تنقي اللاعب اللي يكون فيه مكسب. تمام يا جماعة؟ يعني ركزوا معايا ان انت وانت بتدور على اللاعب اللي انت تعمل بيه الصفقة، لازم يكون لاعب يفيدك او انت تستفيد منه باقصى درجات. هي ممكن تتعب شوية انك تدور في كام لاعب وتبحث انك تطلع انهي لاعب اللي تعرف منه تطلع منه اكتر مكسب. يعني انت تبص على كل اللعيبة اللي قدامك وتشوف، وبعد تحسبها بعد الضريبة هتكسب قد ايه. مش بس انك تبص بس على سعره في الاول وسعره في الاخر، لا تحسبه كمان بعد الضريبه هيطلع لك مكسب منه قد ايه. زي ما مثلا طلعني من لاعب اوفر 102 طلع لي 150 مليون. لاعب اوفر 101 اهوت زي فيرو ممكن تكسب تطلع منه على الاقل ب 130 مليون 120 مليون اقل حاجه. فده برضو مكسب كويس. يعني مش كل اللعيبه هتبقى حلوه ومش كل اللعيبه هتبقى وحشه. في لعيبه هتبقى فيها مكسب كويس، وفي لعيبه مش هتبقى فيها مكسب كويس. انت تدور وتبص هتتعب شويه بس هتلاقي. وبكده يا جماعه نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى ان يكون فادكم وتقدروا تجمعوا كوينز كتير من المسكنة اللي معاكم عشان تقدروا تجيبوا اللعبة اللي نفسكم فيها. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.